صباح الخير والجمال. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الرز بلبن بطريقه سهله جدا وبسيطه. هقول لكم على كام تكه كده هيفرقوا في الطعم جدا، هيخلوه دسم زي بتاع المحلات بالظبط. بس الاول، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي عزه ودي قناتي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا ندخل على الخطوات بتاعتنا. اول حاجة عندي حلة على النار، حطيت فيها نص كوباية من الرز، وهنزل عليها ب3 كوبايات من المية. هسيبهم يغلوا وهوطي النار تماما لحد ما الرز بتاعي يستوي تماما زي ما انتم شايفين. وبعد كده انا مجهزة لتر من الحليب البلدي الدافي، حطيته على الرز بتاعي، وهغطي الرز بتاعي هنا لمدة 3 ساعات لحد ما الرز بتاعك ينفش. وهتحسي ان كل حباية بقت لوحدها والرز شرب من اللبن كتير جدا، حتى ريحته هتبان. لان الحليب اللي عندي انا مستخدمه حليب جودته كويسه جدا جدا، وكان ما شاء الله دسم، فبيفرق جدا في طعم الرز بلبن بتاعي. انا هنا قبل ما اروق الشقه واعمل الاكل عملت الخطوه دي وخلصت كل حاجه، وبعد كده هعمل بقى الخطوات الاخيره، ما بتاخدش بالظبط نص ساعه. دلوقتي خلاص الرز بلبن بتاعي بعد ما عدى ال3 ساعات، بصوا ما شاء الله كل رزايه لوحدها ومستويه جدا ونافشه جدا. دلوقتي بقى هنزل بالسكر بتاعي. انا هنا مشغله البوتاجاز على نار هاديه. السكر بتاعي استخدمت نص مج من السكر، لاني هستخدم في الوصفه كريم شانتيه محلى، فاستخدمت نص مج من السكر. لكن لو هتستخدمي كريم شانتيه خام هيبقى مج الا ربع من السكر. هنزل بالكريم شانتيه بتاعي. بصوا الكريم شانتيه بيفرق جدا جدا في الدسامه، فالناس اللي عايزاه دسم جدا جدا تستخدم كريم شانتيه. الناس اللي مش هيفرق معاها وعايزه بس الوش يكون مكرمش وطعم الرز بلبن دسم بس مش قوي، ما تستخدمهوش. بس صدقوني استخدموا الطريقه بنفس الخطوات هتفرق جدا. ونزلت كمان بمعلقتين كبار من اللبن البودر متدوبين في ربع كوبايه من الميه، وكمان 3 معالق كبار هرمي من النشا متدوبين في ربع كوبايه من اللبن. وهفضل اقلب على نار هاديه. عايزه اقول لكم ان لازم جوده اللبن البودره عندي تكون كويسه، انا هنا مستخدمه لبن بودره نيوزيلندي. ولازم كمان يكون جوده الحليب بتاعك يكون بلدي وتكون كويسه. بقلب على نار هاديه لحد ما السمك بتاعي وصل للسمك الوسط، انك انت تحسي بتقلي في الرز بلبن. ما ينفعش تحطيه في الاطباق والرز بلبن بتاعك خفيف، تقلبي على نار هاديه لحد ما يتقل معاكي. وبس كده خلص الرز بلبن بتاعنا. دلوقتي هحطه في البولات. نصيحة بقى مني، لو عندك أطفال صغيرين تستخدمي بولات يكون حجمها مش كبير زي اللي أنا مستخدماها دي، يا دوب خدت كبشة وربع، بحيث إن الطفل ياخد الطبق بتاعه. لو حب ياخد تاني بألف هنا نجيب له تاني. لكن لو استخدمتي أطباق كبيرة للأطفال، الطفل ممكن ياكل ويجي في نص الطبق يسيبه. فالرز بلبن مشكلته إن بعد أول ما بتاخدي منه بالمعلقة ولو سبتيه بيبقى عامل زي المية، فهيبوظ معاكي. زي ما انتم شايفين كده. بصوا الرز بلبن وانا بغرفه لو خدتوا بالكم السمك بتاعه وسط، وهيتقل بقى في التلاجة، والوش بتاعه هيكرمش وهيبقى خطير. دلوقتي بقى انا كمان حضرت عندي الطواجن الفخار. عايزه اقول لكم الرز بلبن في الطواجن الفخار بيبقى شكله فظيع وطعمه فظيع. بصوا شايفين شكله حلو قوي. ده بيتسمى بره رز بلبن فرن، لانه بياخد وش في الفرن. يعني انا دلوقتي هدخله الشوايه 3 دقايق وخد الوش ده. لازم الرز بلبن بتاعك بياخد وش، تكوني واقفه قدامه، لانه ما بياخدش بالظبط من دقيقتين ل3 دقايق. دلوقتي بقى انا هديكوا افكار لتزيين الرز بلبن. اولا ممكن تاكلوه من غير تزيين زي كده، انا بحب اكله قوي في الفرن. الطاجن ياخد وش في الفرن ويدخل بعد كده التلاجة، الوش بقى يطلع مكرمش كده والرز بلبن دايب، واحلى رز بلبن هتاكلوه. ممكن بقى تزينوه بالمكسرات. ممكن مثلا تحطوا عليه زبيب وجوز الهند. آه، يعني كلها افكار تقدروا تشوفوا اللي يناسبكم. انا عندي بقى ابني بيعشق الرز بلبن بالشوكولاته. فكان عندي شوكولاته اللي هي ماكستيلا. تقدر تستخدمي ماكستيلا او النوتيلا او شوكولاته دريم، برضو حلوه قوي، او الشوكولاته الخام. خدت 3 معالق من الشوكولاته بتاعتي وحطيت عليهم معلقه من اللبن في الميكرويف 30 ثانيه، وبقت سايحه. حطيها في اكياس التلاجة او في كيس الحلواني وزينيها، وبكده هيبقى عندك احلى رز بلبن في الفرن او بالمكسرات او بالشوكولاته. واعملوا كل حاجه في البيت، كل حاجه سهله وسريعه. ان شاء الله هعلمكم الاكل بابسط الطرق، مفيش حاجه صعبه جدا. هنعمل اكل في البيت احلى من المحلات كمان. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله وطريقه سهله. مع السلامه.